تعالوا نعمل النهاردة مع بعض كيك التريليتشيا. كيك أصلها من أمريكا اللاتينية، أخدوها التراكوة بقى حطوا عليها صوص الكراميل ده وبقت التريليتشيا. أخدناها إحنا المصريين وعملنا منها القشطوطة. فتعالوا مع بعض نشوف قصة الكيكة الحلوة الجميلة دي. يلا نصلي على الحبيب المصطفى وندخل نشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه هبدا بيها وهي الكيكه. جبت بوله حطيت فيها 4 بيضات، ويكون البيض بدرجه حراره المطبخ، ومعايا كوبايه الا معلقتين من السكر، وكمان احط فيها 3 ظرف من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايله حطي فيها معلقه. هضرب البيض كويس قوي بالمضرب الكهربائي، لو ما عندكيش مضرب كهربائي تقدري تحطيه في الخلاط او المضرب اليدوي، بس المهم نفضل نضرب ضرب مستمر لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام يفتحي جدا ويعمل فوليوم كده عالي، ويكون ناعم معايا زي الكريمة كده بالشكل ده. بعدين معايا نص كوباية من الزيت، بص شايفين القوام بتاعها. معايا هنا نص كوباية من الزيت. هبدأ ان انا اضرب وانزل بالزيت دوت بخيط رفيع جدا وانا بضرب بالشكل ده لحد ما ناخد القوام اللي احنا شايفينه ده. برضو القوام هيبدأ يتقل معانا اكتر. ومعايا هنا كوبايه الا ربع من الحليب. هبدأ بقى ان انا اضرب الكيك مع الحليب ضربة سريعة جدا، مش عايزة اضرب كتير. معايا المواد الجافة، حطيت الاول كوباية من الدقيق، عليها كيس من الكيك شيف ورشة من الملح، وهبدأ ان انا انخلهم كويس قوي. وهاخد كوباية الا ربع تاني من الدقيق، يعني معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق وكيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف ورشة من الملح. هبدأ ان انا انخلهم كويس قوي، وبعدين هجيب الخليط السائل وهبدأ ان انا احط شوية شوية وانخلهم تاني. وهبدأ ان انا بقى اجيب المضرب بتاعي اليدوي او اسباتيولا، وهبدأ ان انا اعمل بحركة دائرية كده، اخلط المواد الجافة مع المواد السائلة بحركة دائرية بالراحة جدا. مش عايزين نضربها جامد عشان الخليط بتاعي ده ما يهبطش. فواحدة واحدة كده هبدأ ان انا ادوب الخليط الجاف مع الخليط السائل بالشكل ده من تحت لفوق. يعني هنزل بالمضرب بتاعي او الاسباتيولا لتحت كده واطلع بالخليط لفوق لحد ما يختلطوا مع بعض. والدقيق هنزل بيه على كذا مرحلة مش مرة واحدة زي ما انتوا شفتوا معايا، وكل مرحلة انزل بالدقيق هبدأ ان انا انخله. جبت بقى اسباتيولا كده وهلم الخليط كله مع بعضه عشان لو في اي دقيق من الجوانب او اي حاجة. جبت الصينية بتاعتي، انا هشتغل في البايركس دي صينية مقاس 30، اشتغلي في اي صينية انت تحبيها، بس يستحسن يكون مقاس 30 عشان ما يكونش الكيك مرتفع قوي كده، السمك بتاعه هيكون حلو قوي. دهنت الصينيه بتاعتي بالزيت كويس وحطيت فيها ورق زبده. لو موجود عندك حطيه، مش موجود خلاص استغني عنه. ورشي مع الزيت رشه من الدقيق، بدري الصينيه بتاعتك ونفضيها كويس جدا. قبل ما ابدا في الكيك بتاعي كنت مشغله الفرن على درجه حراره متوسطه ما بين ال 170 و 180 درجه مئويه. هدخلها في الرف اللي في النص شغال من الارضيه، بس هتقعد بالظبط من 30 ل 35 دقيقه، مش هنفتح عليها الفرن غير بعد 30 دقيقه. نزلت كده الخليط بتاعي بالشكل ده، وهبدا ان انا اديله خبطتين كده بالراحه على الرخامه عشان لو في اي فقاعات هواء تبدا ان هي تخرج منه. دخلت الكيك بتاعي الفرن، وهعمل هنا التشريبه اللي انا هسقي بيها الكيك. معايا كيلو من الحليب، حطيت عليها كيس لبن بودر لو موجود، مش موجود خلاص، وهحط عليها كيس من الفانيليا. هقلبهم كويس جدا وادخلهم التلاجة علشان انا عايزاه يكون بارد. هنا الكيك طلع بعد 30 دقيقه بالظبط، بقى معايا بالشكل ده. هبدا ان انا اشيله من الصينيه واشيل منه ورق الزبده ده وهرجعها الصينيه تاني. بعد ما ارجعها الصينيه هجيب خله كده وهبدا ان انا اخرم الكيكه بتاعتي كلها، وبعدين هجيب التشريبه اللي انا عملتها وهشربها للكيكه بالشكل ده، وهدخلها بقى التلاجة. يعني بصوا شايفين الكيك بيشرب بسرعه لان الكيك معمول صح وناجح، شرب التشريبه بتاعتي بسرعه. هدخلها بقى التلاجة وهعمل طبقه الكريمه. معايا كيسين من الكريم شانتيه، احط عليه 250 مللي من الحليب، وهبدا ان انا اضرب كويس جدا لحد ما ياخد قوام الكريمه. اهم حاجه الحليب ده يكون مثلج، يعني تكوني حاطاه في فريزر شويه كده ويكون ساقع جدا. انا عايزه القوام بتاع الكريمه يكون بالشكل ده. ظرفين الكريم شانتيه اخدوا معايا 250 مللي، يعني كوبايه مليانه من الحليب. هنزل بقى الكريمه على الكيك بتاعي وهبدا ان انا افردها كويس قوي. عايزه الوش بتاعها يكون ناعم كده وملساء. وبعد ما افردها كويس هدخلها بقى التلاجة لحد ما نجهز الطبقه بتاعت الكراميل.
شايفين شكلها وشايفين الطبقات؟ تحفة تحفة يا جماعة، وريحتها خطيرة. جبت بقى حلة حطيت فيها كوباية مليانة من السكر، وهحطها على نار هادية خالص لحد ما السكر بتاعي يبدأ يكرمل معايا. ما نجيش جنبه لحد ما يبدأ يكرمل من الحروف كده، وبعد كده هبدأ ان انا ادوبه بالمعلقة بتاعتي زي ما انتم شايفين. هيدوب معاكم على طول. اهم حاجة تعمليه على نار هادية عشان ما يتلسعش منك، عشان لو السكر ده اتحرق يبقى خلاص كده باظ. هنزل عليهم بقى بعد ما السكر يدوب خالص، هنزل عليهم بمكعبين او 3 كده من الزبدة. ما عندكيش زبدة حطي سمنة بلدي لحد ما الزبدة تدوب معاه، وهنزل عليه بكوباية الا ربع من الحليب. انا هحط كوبايه كامله، بس انا ركنت ربع كوبايه على جنب، هقول لكم هعمل بيها ايه. ونزلت بالكوبايه الا ربع، واول ما تنزلي على الكراميل هيبدا ان هو يكتل شويه، وبعدين مع النار بقى هيبدا ان هو يفك تاني. معايا ربع كوبايه اللبن اللي احنا سبناها على جنب، حطيت فيها معلقتين من النشا، وهبدا ان انا انزل بيهم على الكراميل وادوبهم مع رشه بسيطه من الملح. هقلبه بقى وادوب الملح معاه واسيبه لحد ما يغلي ويتقل شويه، وبعدين هفضيه في كوبايه كده خارجيه لحد ما يبرد خالص. بعد ما يبرد خالص هطلع الكيك بتاعي وهرش بقى الكراميل ده فوق الوش كده، ودي الطبقه الاخيره بتاعه الكيكه. هبدا ان انا اساوي الكراميل كده وادخل الكيك بتاعي التلاجة لحد ما الكراميل ده يبدا ان هو يتقل ويمسك كده. كنت سبت شويه كريمه من اللي احنا حطيناها على الكيكه، حطيتها في كيس تلاجة وقطعت منه طرف صغير كده خالص، وهبدا ان انا اعمل بقى بيها خطوط كده بالشكل ده. سهله جدا وبتتفرد معاكي على طول عشان نعمل شكل الكيك التريليتشيا من فوق. وهجيب بقى خله وهبدا ان انا اعمل خطوط كده رايح جاي بالشكل ده لحد ما ياخد الشكل اللي انتوا شايفينه. سهله جدا وبسيطه. انا عايزه اقول لكم يعني انا ما استنيتش كمان عليها قوي ان هي تمسك شويه في التلاجة. يعني انتوا شايفين هنا الكراميل سايب شويه، لكن هي المفروض تتعمل من بالليل وتبات في التلاجة، بس احنا طبعا ما استنيناش من كتر جمالها وريحتها استعجلنا عليها صراحه واكلناها وهي كده. فتحسوا ان الكراميل سايل شويه كده فلخبط الكريمه شويه. ولكن هي خطيره. هقطع بقى قطعة كده معاكم وهتشوفوا هي متماسكة ازاي، وفي نفس الوقت طرية جدا وشاربة من اللبن متغرقة فيه كده. معايا كده شوية من المكسرات وهقدمها احطها كده في طبق، واحط عليها المكسرات وهحط عليها حواليها كده شوية من اللبن زي ما هم بيقدموها كده عندهم في الكافيهات والاماكن بتاعتهم يعني. عايزاكم بقى تشوفولي جمال الكيكة وطراوتها وحلاوتها. خطيرة. اللي مش هيجربها بجد هيفوتوا كتير. ممكن تحسوا ان الخطوات بتاعتها كتيرة شوية، ولكن هي تحفة تحفة يا جماعة. جربوها وهستنى رأيكم. وخلي بالكم لو انتوا جربتوها في البيت هتبقى اوفر بكتير من بره. شوفوا انتوا بتجيبوا القطعة من بره بكام، وشوفوا بقى لما تعملوها في البيت هتطلع معاكم كام قطعة. فطبعا لو عملتيها في البيت هيبقى اوفر بكتير بكتير. هستنى بقى ان انتوا تجربوها وهستنى رأيكم في الكيك الخطير دي. وكنت معاكم نور، وباي باي.